أكد والد الطفلة إخلاص البوجديان التي عثر على جثتها صباح اليوم الثلاثاء 22 يناير، وذلك بعد اختفائها منذ أسابيع في إقليم دريوش لإحدى المنابر الإعلامية بحرقة وألم كبير، أنه ينتظر نتائج التشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية لوفاة ابنته. وقال والد الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات في اتصال هاتفي للمصدر ذاته: داروا شرع يديهم وحرمونا من بنتي، الله ياخذ فيهم الحق وفي اللي كان سباب. وأضاف أن السلطات المحلية استطاعت الوصول إلى جثة ابنته بواسطة الكلاب المدربة. وتابع: ما عرفناش شكون اللي كان سباب، ودابا كنتسناو التشريح الطبي باش نعرف بنتي واش تعرضت لشي اعتداء ولا كيفاش ماتت. للإشارة فإن مصدر مطلع ليلة البارحة من المستشفى الإقليمي بالناظور كشف أن جثة الطفلة لا توجد عليها أي آثار واضحة للعنف سوى كدمات طفيفة، فيما كشفت المعاينة الطبية أن وفاتها لم يمر عليها سوى 48 ساعة. وكشفت مصادر مطلعة بأنه جرى عشية أمس الثلاثاء اعتقال المشتبه فيه الأول في قضية مقتل الطفلة إخلاص التي اختفت من عائلتها منذ أزيد من أسبوعين، قبل أن يتم العثور عليها صباح أمس الثلاثاء جثة شبه متحللة بإحدى الغابات المجاورة لمنزل عائلتها الكائن بمنطقة أدلاف نواحي مدينة ميضار بإقليم الدريوج. وأوردت المصادر ذاتها أن المشتبه به الأول يسمى محجوب، وهو رب أسرة وله 5 بنات، وهو أحد جيران عائلة الضحية، حيث كان خلاف بينهما، الأمر الذي جعل عائلة الضحية إخلاص تشك فيه، ليتم اعتقاله من قبل عناصر الدرك التابعة لسرية مضار من داخل منزله، حيث كان يجمع أمتعته ليستعد السفر نحو مدينة بركان حيث تقطن والدته. وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد العثور على جثة الضحية إخلاص نشب خلاف بين عائلة الضحية وعائلة المشتبه فيه الأول، الأمر الذي استدعى نقل زوجة المتهم إلى المستشفى الحسني بعد إصابتها بجروح، فيما كان يستعد المشتبه فيه للهروب نحو منزل والدته الكائن بمدينة باركان قبل أن تعتقله العناصر الأمنية وتضعه رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه في المنسوب إليه، رغم كونه نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه. ومن جهة أخرى، علم موقع معروف من المصادر نفسها أن جنازة الضحية إخلاص البوجدياني لم يحدد موعدها بعد، خصوصا بعد دخول النيابة العامة على خط القضية وأمرها بالتشريح الطبي وموافقتها بنتائجه بعد فتح تحقيق معمق، خصوصا بعد التأكد من أن الطفلة قتلت عمدا.